المسؤولية في كونك مريض، لازم يبقى عندك ضمير صاحي في كونك مريض بأي سبب من الأسباب. احنا هنا على فكرة بنتكلم على أبسط أنواع الأمراض، لأن من الطبيعي إنك يكون عندك ضمير لو أنت مصاب بمرض خطير. لازم، مش هقولك إن أنت تحط يافطة وتعرف الناس كلها إن أنت مصاب، بس على الأقل لو أنت مش عايز الناس تبصلك نظرة وحشة فحاول إن أنت تتفادى في إن أنت تعديهم. لازم يبقى عندك ضمير بده. ليه؟ لأن احنا كلنا لو اتعاملنا بالأسلوب ده احنا هنحافظ على بعض. أنا بقى مش هتكلم على الأمراض الكبيرة، هتكلم على الأمراض البسيطة زي البرد مثلا. لازم يبقى عندك ضمير وأنت بتتعامل مع الناس، مش لازم تقول لهم إنك مريض، مش لازم يظهر عليك أعراض المرض عشان الناس يتفادوك. خليك أنت عندك ضمير في التعامل مع الناس بحيث إن أنت ما تأذيش حد، لا ضرر ولا ضرار. لو عجبتك المعلومة ما تنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد منها، في نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى أول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.